شكر واجب لسعاد جاد. نشكرك على حسن تعاونك معنا، حيث أنك كشفت لنا كذبة وتمثيلية إجهاض ملافا اللي طلعت فسكونيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم اخواتي الغاليين؟ يا رب يا رب دايما تكونوا بصحة وخير وسعادة. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا ترى يعني ملاحظين ان انا يعني باخر الفيديوهات وساعات كده والله ما ببقى عايزه انزل، مش عارفه، ينتابني حاله من الاحباط ومن الزهق والملل. المنصه بقت فعلا ممله جدا جدا جدا. الفيديوهات اللي بنتفرج عليها كلها فيديوهات فيك وكذب وحوارات وحبشتكنات وبعد يعني عن العرف وعن السائد وعن المقبول وعن الدين. فعشان كده بغيب شوية على بال ما الفيديو ينزل. بصراحة ببقى مش عارفة اتكلم على ايه ولا انزل ايه، وخصوصا ان انا ما بهتمش بموضوع الترنج ده. وطبعا احنا شايفين ان الترند اللي ماشي اليومين دول قضية المحلاوي والبورسعيدي، واللي سمعنا اخر حاجة ان البورسعيدي توجهت له تهمة جديدة وهي تعاطي المخدرات. وطبعا اتعرفت من خلال التحاليل اللي اجريت ليه خلال اليومين اللي هو كان يعني ولا زال محبوس فيهم. واعتقد ان ده مش مفاجأة بالنسبة لي ولا بالنسبة لناس كتير. واحد طلع بعد ما غزف واحد زي ما احنا شفنا كده في المحلاوي وكان مبسوط وخدت حقك يا حورية، وخدت شرف اختك يا حمزة، والابهار اللي كان حاسس بيه والتصوير والهمجية اللي كنا شايفينه بيها. اعتقد ان ده بني ادم كان تحت تأثير مخدر. ده غير ان هو اكيد يعني لازم يتعمل له تحليل نفسي، لانه هيطلع نفسيا في مرض نفسي عنده، لانه سبق قبل كده برضو وضرب قلنا طليقته سلمى بطلقة في رجليها بالرصاص يعني في رجليها لما شك فيها. فالبني آدم اللي عنده التعدي والعنف بالشكل ده سهل كده وعلى الملأ، أعتقد إن ده مش سوي ونفسيا مش مظبوط. فيعني انا مش عايزه اتكلم بصراحه في الموضوع ده، لانه موضوع يعني مش عارفه، الواحد زهقان ومتضايق وعايز يخرج من الملل. اليوتيوب كانت منصة للناس بتدخل بتتفرج بتتسلى بتطلع من زهقها ومن حياتها، بتتفرج على فلوجات بتشوف تحديات. لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي حاجات برضو مش ظريفة ومش لطيفة. أصحاب المحتوى بس اللي بيضحكوا على المقالب اللي بيعملوها واللي بيبقوا فرحانين جدا بيها، والمتابعين بيبقوا منقسمين ما بين مرحب بالمقلب وباللي بيتعمل وبيضحك وبيكهكه ومعرفش بيضحكوا على ايه بصراحة، لانها مقالب سخيفة. وجزء تاني بيهاجم وبيشجب وبيشتم وبيلعن، ودول طبعا بتتحسب في كومنتاتهم. عشان كده بقى جمعت لكم المقالب اللي على المنصة اليومين دول، واللي للأسف بتعمل برضو مشاهدات، وإن دلت على شيء بتدل على إن أصحاب المنصات دي افتقروا للمحتوى. عشان كده بيعملوا المقالب وفاكرين إن كده دي ظرافة واللطافة وحاجة يعني جميلة. أول مقلب بقى اللي هو بتاع نادين وهيمة. نادين طبعا هيمة طبعا احنا عارفين ماشي بالريموت كنترول حسب تعليم نادين، ونادين ماشية بتوجيهات مين؟ اللول الكبير نوشة. طلع لنا هيما كده وهو بقى يعني بيهمس وبيتكلم بصوت واطي، وعايزه اقول لك انت بواطي زي بعالي ما احناش فاهمين حاجه. ومش كلامي والله، ده المتابعين بيقولوا لك مش فاهمين انت بتقول ايه. طبعا مخارج الالفاظ عند هيما حدث ولا حرج، والراجل يعني الله يكون في عونه بصراحه. قال هعمل بقى مقلب في نادين ان انا بخونها. انت تقدر تستجري؟ ده انا عايزه اقول لك بص، ده انت تتفرم وتتعمل كده كفته ونشوه تعمل بيك وجبات الخير وتحديات الخير اللي بتعملها. فدخل جاب لنا كاستين وحط فيهم يعني مشروب وعمل يعني يا واد يا هيما يا واد يا هيما، هو ينفع تحط الروج على بقك كده واللون ده بالذات وتطبع على الكاسات كده عشان تبين؟ قال يعني كان معاه حرمه. لا وما اكتفاش عشان يبقى الموقف يعني المقلب اكتر وقاحة، راح عامل بالرجع على رقبته يا واد يا شقي. وفجأة بقى جت نادين من الجيم يا ولاد، هي وصوفي والست مفرهدة بقى يا عيني، قال جاي من بره مفرهدة وطرحتها كلها تلات ارباعها طايرة وشعرها طالع. طبعا عادي، احنا اخواتها، احنا المتابعين اللي بنشوف كل حاجة.
شفنا كل حاجة، شفناها وهي على السرير والمسائل بتتهز وايديه سارحة في جسمها، فما جاتش على شعرها، ما هي من اول ما طلعت وشعرها باين. مش مشكلة يا ولاد، خلوا صدركوا ستريتش، عايزاكوا تخلوا صدركوا ستريتش مع الناس دي، والا هيجيلنا ضغط وسكر. ابتدت بقى تقول له ايه ده انت ما رحتش الشغل؟ طب ما قلتليش انك هتقعد ليه؟ عشان صوفي تاخده معاك بدل ما وديته لماما، وعشان مش عارف ايه. وبعدين فجأة بقى اكتشفت الكاسات والروج ده بتاع مين. قولي يا واد يا بايظ، جبت مين وانا مش هنا؟ قولي بدل ما اقلعك الجزمة وامدك على رجلك. هو يقول لها هو ايه ده؟ ما انتي بتشربي من الكاسات دي؟ ده يمكن انت اللي كنت شاربه في الكاسات دي. طب هي نازله وما كانش فيه كاسات يعني الحوار اصلا كان هابط وفاكس. ما علينا يا ولاد، المهم ان هي قالت له والله لفضحك، وحنده واتصل بابوك دلوقتي حالا عشان يطلع يشوف ابنه اللي بيجيب حريم في الشقه. ده على اساس ان هو ممكن يجيب حريم في بيت عيله مفتوح، بيبقى اغلب طبعا بيوت العيله في الاماكن اللي زي دي بتبقى البيبان مفتحه وكله حاسس بكله، يعني مفيش حد غريب بيقدر يدخل اساسا. لكن طلعت وعدت ودخلت وشربت وعملت روش في رقبته، ويعني بسم الله ما شاء الله. ولا والواد هيما يا ولاد طالع لنا بالشورت الاحمر احمر احمر، ولا مؤاخذه في الكلمه البوكسر الاحمر ومصدر لنا التوته للكاميرا. والمتابعين قالوا لك هو احنا كل شويه لازم نشوف توتتك؟ يعني شفت شعر المدام وشفت توتة المدام وصدر المدام وهو بيخبط على التوته ويشوفها قرعه ولا حمرا؟ جت على دي؟ ادي المقالب السخيفه الرخمه اللي ناس كتير محترمه دخلوا هزقوكي طبعا واهانوكي عشان فيديو زي ده دخل على 90,000 مشاهده. مش ممكن تكون الكومنتات اللي جايه عليه ما كملتش 50 كومنت. تعالوا بقى نتنقل على ملوك المقالب على المنصة دي، وهم أشرف مريم بقى يا ولاد. بعد ما أشرف عمل فيها مقلب برضو الخيانة، وجاب اصحابها ووالدة واحدة من اصحابها وقعدوا كده يشكلوا عليها وانتي نضيفة وايه دوت والنظافة ومش النظافة، وكان برضو مقلب سخيف ورخم. وبعد ما عرفته انهارت كالمعتاد، فكرت ان هي لازم ترد له المقلب، وخصوصا ان القناة بتاعتهم اساسا قايبة على المقالب، وكلها مقالب يعني حساسة جدا. مرة واحد يجي البيت ويقول انا معجب بيها، وتكون هي متفقة مع صاحبه صاحب اشرف سبع السباع ده راخر، والمرة دي عايزة تردله المقلب بتاع الخيانة. وراحت بقى خلياه برضو نايم كده في السرير، وراحت جايبة المكنة بتاعت حلاقة الشعر وراحت درب واخدة كده حتة من فوق الوش، وهو صحي وكان معتاد هبد ورزع وشتيمة وتيت، لان كل الكلام والالفاظ اللي قاله خارجة، وكان واضح جدا وكسر الاوضة بتاعة النوم حرفيا. المشكلة بقى ان انتوا عايزين تقنعونا ان ده مقلب، وهي كانت عمالة تصوره وهو عمال يشتم، وهي كاتمة الصوت وهو عمال نازل. يعني مش عارفة بيجيلكوا دماغ منين تصوروا وانتوا بالمنظر ده بيأكد لنا اولا ان ده مقلب متفق عليه، مقلب فيك، مقلب رخم جدا. بس زي ما بنقول اللي بيجي بلاش بيروح بلاش، لان هو طبعا في ردة فعله ديت هي اتأثرت، وهي ست يعني انتوا عارفين البت حساسة قوي يا ولاد، وفقعلنا مرارتنا واسخن من نادين، من سن نادين، لكن في الدلع والمياصة حدث ولا حرج. كل لما يعمل فيها مقلب تروح لابسنا الطرحة السوداء والعباية السوداء، وتقعد بقى تقول لنا انا مش عارفة اعمل ايه في اشرف ده، والله انا خلاص انا لازم اتطلق. فهي لازم تتطلق وسابت البيت وراحت عند والدتها. فهو يسكت بقى بعد ما الفيديوهين دول عملوا مشاهدات ما شاء الله، يعني فيديو منهم قرب على 1,000,000 وفيديو معدي ال500,000. لا رايح يصالحها واخد بوكيه الورد وهي راحت رمياله الورد، طفيت الشمع، يلا هكسوا بره يا حبيبي. طبعا جالنا بقى في اخر الفيديو وقال لنا انا عملت اللي عليا، واتصل طبعا بسمورة اللي هي يعني مش عارفة بصراحة دورها في تربية بنتها وظهورها هي وجوزها بالمقالب السخيفة اللي بتفتقر الى الرجولة. ليه بقى الى الرجولة؟ لان الاخ اللي برضو طالع لنا في الفيديو ده نايم بقى، راجل نايم فبراحته في سريره، لابس هوت شورت، وطالعة برضو مصورهن وهو كده، وبرضو شرطة مش عارفة ايه يعني الغرض من الشرطات
الحمراء اللي المفروض اشباه الرجال دول طالعين مع ستاتهم يعملوا المقالب دي في بيوتهم، وكلها مقالب عن الخيانة. وخلوا بالكم من كتر مقالبكم عن الخيانة دي هتقلب في يوم بجد فعلا. ومن كتر مريم واشرف دول ما هم عمالين كل شوية هيطلقني، لا انا هطلقها، لا انا هسيبها، لا انا هرجعها، هيجي في يوم فعلا تتطلقوا. فخليكوا يعني استدعوا كده الفال السيء عشان ان شاء الله يحصل معاكم ونرتاح من المقالب السخيفة ومن الارباح اللي هيتجاب بها موبيليا من اول وجديد بقى. يعني بصوا حاجة على ابوه ليه بقى؟ لان سمورة حمات اشرف طلعت من القناة بتاعتها وقالت يعني هو كان جايب عفش عن طريق واحد صاحبه ودافع فيه فلوس، والعفش كان طفش واي كلام، وسكتنا وقلنا نبقى يغيروا بعدين. يقوم يدغدغوا ويكسروا كده. يرضيكوا بقى كده؟ انا دايما اجي على بنتي، لكن المره دي ابدا مش هتنزل ابدا. لا اخربي بيتها وطلقيها، ولا اقولك هو هيجدد لك عفش البيت كله يا مريم. ومعلش يا حبيبتي سامحي، ما متابعينك بيقولك انت دايما تسامحي. سامحي يا حبيبتي، ورينا مقالب زفت طين زي كده تاني. وانت يا اشرف خليك يا حبيبي كل شويه يطلع تزربن واشتم وسب، استغفر الله العظيم يا رب، سب دين والفاظ خارجه كتير. مقلب ايه وزفت ايه ومشاهدات ايه اللي بتيجي على المحتويات دي؟ الواحد مش عارف. تعالوا بقى نتنقل على اخر مقلب، وهو مقلب بقى الكبارة. الحاج جابر والحاجة سعدية وابنهم الدكتور يحيى فكر يعمل مقلب ويقول بقى ايه، يجيب والدته كده واسئلة ليها واسئلة لوالده الحاج جابر، ويشوف كل واحد هيجاوب صح ولا غلط. المهم الحاجة سعدية لقت ان الحاج جابر ولا عارف تاريخ ميلادها ولا عارف تاريخ جوازهم ولا عارف اي حاجة. فضلت كده شوية وبعدين راحت قايمة مزمجرة كده ومتنرفزة وقالت له اقفل الكاميرا دي يا ولا، اقفل ده الراجل ده وقعته معايا احمر منقط باسود. ازاي مش فاكر يعني؟ ازاي الكلام ده؟ والله ما مصوره. وراحت نازله وبعد عن الكاميرا، وطبعا برضو فيك في فيك وهم بيصلحوها بالدهبات، حته سلسله كده بدلايه يا ولاد، حاجه محترمه تملى العين والليلي. ولبسها لها الدكتور يحيى وقالت له يعني هو يصح كده؟ ما انتش حافظ ولا تاريخ ميلادي ولا تاريخ جوازنا. قال لها لا حافظ يا سعديه، بس اهدي يا سعديه، بس يبان على الحاجه سعديه يا ولاد ان هي قويه ومفتريه. يعني ابو زياد ما كدبش يا ولاد. بس هنقول ايه، ربنا بقى يرجع له ولاده كده في حضنه قريبا، لان هو بينوه عن فيديو هيقول فيه ان هو خدهم ولا لسه الحكم ما تنفذش. ومن الواضح ان الحاجه سعديه مسيطره يا ولاد. قالت لكم يعني ازاي يعني ما يعرفش التواريخ؟ اما انا حافظه تاريخ ميلاده وتاريخ جوازنا ومعاشراه بقالي 43 سنه. الراجل اللي زي كده وينسى؟ ها ملوش عندي غير ها. وعلشان افتكار صاحب المنصة للمحتوى وللأفكار الجديدة بيلجأ للمقالب، لقينا برضو عيلة الحفرية ماشية على نفس الخط. ده اللي خلانا بقى شفنا الفيديو المقلب اللي نزلته سعاد، والمقلب اللي عملته في الحاجة فاطمة، وان هي عملت المروحة بالنجفة اللي هي لسه مركباها عندها في الريسبشن، بيتوصل بالموبايل وبيعمل اصوات. يعني المهم يعني المقلب حصل والحاجة اتخضت. وطبعا يعني مقلب رخم برضو وبايخ جدا ان هي سمعت صوتها يعني طالع من المروحة وقالت ايه ده، انا في المروحة انا في المروحة. مش ده المهم ابدا. المهم ان المتابعين طبعا بيدخلوا على منصات الاخوات والام عشان يسألوا على مين؟ على ام لافا اللي طلعت لنا باللايف اللي 10 دقايق ده وما ظهرتش بوشها، وعياطها كان سابقها في الكلام، وقالت مش هقدر اصور ولا انزل ولا اطلع ولا اعمل اي حاجة. فما بيصدقوا يلاقوا اي حد ينزل اي فيديو، وخصوصا ان العيلة منزلين سيل من الفيديوهات، سواء ياسمين على قناتها وقناة ضني، سواء الحاجة فاطمة، سواء أبا أحمد نفسه، وادي سعاد، وكمان هدى. ولو خدنا بالنا ولاحظنا لازم كل الفيديوهات تبقى موجودة فيها الحاجة بطاطا. أمال ايه يا ولاد؟ ما أنا قلتلكوا هي دلوقتي الجوكر بتاع الفيديوهات. ولادها بيشغلوا دماغهم لما بيلاقوا قنوات الانتقاد بيطلعوا يتكلموا عليها، خلاص كل واحدة فيهم تجيبها وتقعدها جنبها. واللي أكد لي الفكرة دي الفيديو بتاع هدى في مشتريات شيء
ان يعني المفترض ان هدى بتصور في بيتها لما بتكون شاريه حاجه زي كده. ايه اللي وداها عند بطاطا وقعد بطاطا جنبها عماله تقول لها ده حلو ياما، تقول لها اه يا حبيبتي، الا عشان قنوات الانتقاد تدخل وتشوف الحاجه بطاطا بتقول ايه على حد كلام الحاجه بطاطا قبل كده في فيديو ياسمين، ويطلعوا يتكلموا والفيديو اتشاف. يعني بنعمل فيكم معروف يا حاجه، ولولانا احنا بعد رب العالمين فيديوهاتكم لا هتشاف ولا هتجيب لكم ارباح. مش العكس اللي انتي بتقوليه، ان لو قعدنا اسبوع في البيت مش الناس دي مش هتلاقي تاكل ولا تطلع تتكلم على حد. طبعا ام لافا ملهاش اي ظهور بعد اللايف ده، والناس عايزه تطمن. طب يروحوا فين بقى يا ولاد؟ وخصوصا ان شايفين ان الحياه هناك في الحفريه زبادي في الخلاط. اللي خارجه بتجيب الغوايش وبعدين جابت البسبوسه وراحت شقتها، واللي عامله مقلب في امها، واللي طالع يتكلم مع امه قدام المتابعين، والدنيا زبادي في الخلاط. وما شفناش حد فيهم مصور فيديو حتى مع ام لافا، ولا ان هو بيعمل لها حاجه، ولا بيواسيها في الأزمة الصحية المفتعلة اللي هي فيها. ليه بتقولي كده يا نونا؟ دخلوا المتابعين على فيديو المقلب بتاع سعاد، وواحدة من المتابعين كاتبالها روحي الصدفة، كانت بتعيط لم ياسمين وهدى واتجمعوا وروحوا لها وقفوا جنبها. ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه دوت في الوقت ده، انتوا عيلة غريبة قوي. ردت عليها سعاد وقالت لها ان محدش يعرف صدفة بتعمل ايه، وما قالتش لحد. ده الرد على الكومنت ده كان بعد نزول الفيديو بحوالي ساعتين 3 ساعة ما شفت الفيديو. وعشان انا بتفرج صراحة ساعات على الفيديوهات واروح كاتبة كده في النوتس الحاجات اللي هتكلم فيها، وممكن اسجل تاني يوم. رجعت وانا بسجل حسيت ان الكومنت ده والرد ده بيأكد طبعا ويبين ان صدفة، ولا في عملية اجهاض ولا في اي حاجة، وان العيلة هو ماشية حياتها كلها طبيعية ومفيش اي حاجة. جيت قبل ما اسجل داخلة على الكومنتات لقيت ان في تعديل في رد سعاد، وكاتبالها صدفة كويسة واحنا بنطمن عليها ومش محتاجة حد مننا جنبها. رد سعاد الاولاني على الكومنت بيدل على ان صدفة ولا في حالة اعياء ولا كان في اجهاض ولا في ايات حاجة. وخصوصا ان احنا لو ركزنا في الفيديو اللي نزلته الريلز اللي نزلته على التيك توك، كانت قاعدة على السرير في مستشفى بدايات. والمستشفى دي تبع مين يا ولاد؟ تبع الدكتور احمد مزنوق، اللي هم بيطبلوا له ويزمروا له، واللي مطبخين حكاية بنت ياسمين معاه. فمش هتغلب لو راحت عملت المشهد ده على السرير في المستشفى ونزلتهن عشان تلهينا عن حاجات كتير هنعرف تفاصيلها بعدين. ده غير ان ناس كتير دخلوا برضو على الفيديو بتاع سعاد وكأنهم عارفين يا ولاد ان شوسو هي كل مرة اللي تحلق راسها وتعري ناسها، زي ما فضحت ياسمين وان هم شالوا المغذيات من على البنت اهي وبصنعة لطافة وهي سايبة ايديها. فضحت كذب ام لافا. دخلت لها واحدة وقالت لها يا ولية، وهنا كانت بتوجه الكلام طبعا لبطاطا عشان طالعة معاها في الفيديو، مش عيب عليكي ما تروحي تشوفي بنتك والبنتك اللي مسقطة التوأم وتطمني عليها واقعدي جنبها. ردت عليها سعاد قالت لها علقي بأدب وبلاش قلة أدب. طبعا الناس دخلوا هجوم على الفيديو ده وكومنتات كتيرة كانت بتسأل على صدفة، لكن طبعا اتحذف اللي اتحذف والكومنت ده فضل موجود، لكن الرد عليه اتغير. مع ان برضو ابو احمد محمد اخوها فتح لايف ودخلوا الناس برضو اطمنا على صدفة عاملة ايه اصلح ما بين صدفة وما بين كريم. يشوف كل الكومنتات الا الكومنتات اللي بتسأل على صدفة. ده ان دل على شيء، وتجاهل الردود على السؤال عن صدفة يدل على ان صدفة ولا حصلت عملية اجهاض ولا هي راقدة في البيت ولا اي حاجة. من ناحية تانية سعاد في الفيديو اللي ليها مع بطاطا في فيديو المقلب بيتعاتبوا بقى مع المتابعين اللي بيقولوا ان محمد بيشتكي في الفيديو اللي قبل كده ان محدش من اخواته بيطلع له ولا بيسأل عليه ولا بينظف له شقته ولا بيقضي له طلب، وكل واحد في البيت ده مع نفسه والحال، وده طبعا كلنا شايفينه. سعاد قالت انا ما بقدرش ان انا اطلع ولا انزل لحد، انا ممكن اقعد بال10 ايام ما بروحش عند شقة والدتي عشان الدوشة ومش عايزة دوشة. وعشان كده متابعة
طبعا دخلت لها وقالت لها خدي بيت كبير وعيشي فيه انت ووالدتك والاصول بقى يعني كده، عشان خاطر انت يعني يعني ارمله ومعاكي بنات وكده. قالت لها لا ما اقدرش، لان بيت ماما بيتجمع فيه اخواتي وبيبقى دوشه، وانا ما بحبش الدوشه. ولو تلاحظوا ان سعاد بالذات يعني واخده جنب كده بعيد عن العيله كلها، لكن كل مره بصراحه بتساعدنا تتعاون معنا عشان تكشف كذب وحوارات اخواتها الحلوين ياسو وام لافا. ده غير ان سعاد قالت ان هي نزلت لصدفة عشان يعني تطمن عليها، لقيتها خرجت ومش موجودة. يعني صدفة بتعمل علينا تمثيلية كبيرة، وموضوع الإجهاض ده تمثيلية، فبالتالي ما كانش فيها بيبي، يعني ما فيهاش بيبي. لكن اللي أكيد إن في مشكلة ومشكلة كبيرة، ويمكن كمان حصل انفصال ما بينها وما بين العرباوي، والأيام الجاية هتبين لنا. بعد ما قالت إن بقالها سنة ونص مش مرتاحة يا ولاد. طب أمال فين اللفلفة والتنطيط يوم عيد الجواز؟ عشان تعرفي انك كيادة وكنتي بتكيدي ضرتك، وزي ما بيقولوا جيت اكيده ام كدني. ادي كيدك اتقلب عليكي، والراجل اهو فلسع. الراجل فلسع منك ومش عارفين فلسع من ايه، وبتنزل لنا فيديوهات قديمة طبعا هو ظاهر فيها في توضيب القاع. بس تسألوني عن رأيي بقى يا جماعة، عشان حبايبي اللي بيدخلوا يقولوا لي هي كده ممكن تتطلق من العرباوي وترجع لبيسو. حتة رجوعها لبيسو دي شبه مستحيلة، لان بيسو نفسه هيرفض انه يرجع لها حتى لو هي عايزة ده. زائد ان طلاقها من العرباوي برضو هيبقى فيه يعني استحالة شوية. ليه بقى؟ العرباوي داخل الجوازة دي بالمجهود الحربي، وده ظاهر لانه من الاول كان جاي يلبي نداء الطبيعه مع ام لافا اللي كانت هرموناتها قايمه عليها، وكانت عايزه بقى تغيظ بيسو من ناحيه. وناس كتير قالت ان هي واخداه كمرحله عشان ترجع لبيسو، لو اني انا متاكده ان مستحيل بيسو يرجع لها بعد اللي حصل ده كله. لكن لو نيجي بقى للوضع اللي احنا شايفينه، العرباوي من الصعب برضو انه يتنازل عنها كده بسهوله، لا. ولو اتنازل اعتقد ان هي هتعمل سلسلة من البثات والفيديوهات هتشرشحه وتعريه قدامنا، وتبين عيوب الشخصية اللي هي كانت عمالة مبهورة وبهرانة بيها، وكله اللي الأستاذ كيمو وده دعوة أبويا ليا. عايزة أقولك اللي حصل لك ده، ناس كتير في الكومنتات سواء عندي أو منصات تانية بتقول دي دعوة أم ضني عليكي واللي عملتيه وثبتيها بيه. واللي كنت معتقدة ان لو انت فعلا حصلت لك الازمة دي واجهدتي، كان اول حاجة مفروض تعمليها وتتعظي من خلال اللي حصل لك ده، انك تمسحي المنتديات القذرة اللي انت عاملة على الست دي، الا اني دخلت فعلا لقيتها لسه موجودة. فيعني هنقول ايه، ربنا موجود وملء الوجود، وهو اللي بيخلص وبياخد الحقوق، مش احنا، ولا بالشتيمة ولا بالسب ولا بالقصف اللي احنا كنا بنسمعه منك يا صدفة. ولو على العرباوي اعتقد ان الموضوع مش موضوع ام ضني، لا، في حاجة تانية اكبر. يمكن طلب زي ما كان عايز حسن ان يتكتب له حاجة في المطعم او القاعات اللي هي عاملاها، عشان بتقول هبيع المطعم وهخلي القاعات، وده كان السبب او الخلاف. عشان كده لا موجود في البيت ولا في المطعم، وسايب لها الكل كليلة. الايام الجاية هتبين السبب الرئيسي للمشاكل ده، لو ما كانش اصلا ده كل اللي بيحصل قدامنا تمثيلية. واللي هتسألني هي ممكن تكون تمثيلية، هقولك صدفة محدش يقدر يتوقعها. اخواتها نفسهم ما يعرفوش هي مدبرة ايه لبكرة، وبيتفاجئوا والناس بتهجم عليهم بالأسئلة وما بيعرفوش يردوا، لان هي ما بتقريش اللي في دماغها لحد. خلص الكلام، لكن حكاياتنا لسه ما خلصتش. فأرجوكم ما تنسونيش كومنتات كتير، لايكات كتير، شيروا الفيديو كتير كتير، وكبروا القناة عشان دي قناتكم. واستنوني في فيديو جاي ناخد وندي بشكل ودي، وأمنوا على الدعاء. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.